بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ يا رب اتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال. جايين من عند الكتاكيت بتاعتنا اليوم السابع. هنقول بسم الله ما شاء الله على اي حاجه. بس طبعا زي ما انا ماشيه معاكم انا مش راضيه عنهم من ساعه ما جم، لان طبعا حاسه التحويل بتاعهم قليل. احنا بقى بنحاول معاهم نحط حاجات عشان نزود التحويل بتاعهم، والتحويل ما يقفش باي طريقه. حاولي ان انت تزودي التحويل بتاعهم، اعملي اي حاجه، نشقلب، نعمل اي حاجه. احنا طبعا ادينا الكام يوم الاولانيين اديناهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اديناهم البيض. طبعا البيض ده جميل جدا برضو. ودلوقتي هنعمل حاجات خلطه تانية غير الايه اللي احنا كنا متعودين عليها، بقى خلطه قويه بقى لزياده الوزن، فتح الشهيه، رافع مناعه، كذا حاجه يعني. عشان ايه؟ احنا طبعا اديناهم البروتين، فلازم نديهم بقى حاجات ايه تقويهم شويه. هم فيهم ضعيف، وبصوا ده من ده، بس ايه الله يعني يدينا الصحه ونقدر ان احنا ايه نسيطر عليهم ونخليهم زي اللي قبل كده، والوز بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. هنصلي على الرسول افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، ما تنسوش تصلوا على النبي، وما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تدعمونا باللايك. طبعا هنخش على الخلطه النهارده عباره عن بسم الله الرحمن الرحيم. اهي البصل، الثوم، الليمون الاخضر ده بصل يا جماعه انا مفرزاه، حبه كركم، حبه البركه، شمر، كمون، يا كمون، كزبره، وحاطين طماطمايه، املاح. بصوا هم عاملين ازاي، شموا ريحه التوابل اللي احنا جايبينها. طبعا احنا اهي الخلطه اهي. فاحنا ايه لازم ايه ندربها بقى ونديهم عشان ايه نخليهم ايه كده يصحصحوا معانا. طبعا الخلطه دي جميله جدا لو هتعمليها في الصيف في الشتاء، بتحفزهم. حطينا العلف اهو. طبعا ما بحطش كتير، بصوا بقى اللي منه من علفات ناعم. الخلطه دي لو عملتيها في الشتاء جميله جدا، ولو في الصيف ما تعملهاش بالنهار. بصوا كل اللي نايم لكن هناك جيج. بصوا لو هتعمليها بالنهار في الصيف ما تعملهاش بالنهار، اعمليها بالليل. هقفل عشان اقلب معاك عشان مش عارفه. زي ما انتم شايفين كده احنا نزلنا الخلطه. طبعا هم الخلطه بينبهروا بيها، مع ان دي اول مره احطها لهم، بس طبعا عودتهم. البيض برده بيجذبهم، والخلطه دي برده بتجذبهم، وفيها بقى حاجات ايه عناصر مغذيه جدا يعني. حاطه لهم بقى كزبره، كمون، بصل، ثوم، وبشره ليمونه حطها في الفريزر وبشرها. وبرده الثوم مفرزاه، برده الثوم الاخضر ده بجيبه وافرزه، بحتاجه بقى للطيور. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني انت كده بصوا، ده الفرخ الواكل بتلاقيه مليان. الفرخ بقى اللي مش واكل ده انا مش عارفه سببه ايه. بصوا ده حصلته مليانه، وبصوا ده حصلته فاضيه. فطبعا انا بعترف ان في اوزان ضعيفه يعني. انا ما وزنتش، انا حتى الميزان بتاعي باظ، الصغير اللي كنت بوزن عليه وباظ. انا زعلانه جدا وعايزه اجيب ميزان غيره. فطبعا هم ايه يعني تحس كده ان هم فيهم صغير مش بياكل يعني انا مش عارفه قله الاكل. انا بحاول معاهم، احنا عامله لهم اراجوز. طبعا البيض كان بيجذبهم بيخليهم ياكلوا، لان طبعا انا شايفاهم العلف ما مش بياكلوا فيه، اللي هو يعني تاخد وحدتين وخلاص. فطبعا انا بقيت احط بيض بقى، عشان ايه انا كده كده بحط بيض. بس لما بيكون الفرخ بياكل البيض مع العلف بيبقى بيوم وبيومين. لكن ان هو ينقلك البيضه بس ايه احسن من ان انا اسيبه ما ياكلش خالص، معدته تنشف وهيبقى سارده معايا. فانا طبعا مش عايزه دي يعني. شوفوا اللي هو راكب في البتاع العلافه ده صغنن جدا. انا مش عارفه، انا كنت لما بينزل شويه بروح اجيبه وهو نازل كده. هو ما نزلش كتير يعني، كان ب 33 يعني. كنت جايباه ب 44 وكده يعني. فبس مش ايه مش ما اعرفش، مش بتفائل بيه، دي حاجه. وتاني حاجه لما بروح الاقيهم حاططهم عنده في السلاكه اللي هو ايه، وسقيهم ميه ومبهدلهم وحالتهم بالبلع. انا طبعا لما بستقبلهم بقى على الحاجات اللي انا بستقبلها لهم ديت، المحلول الجفاف او العسل، دي انا بديهم عنصر فيتامينات ومعادن وحاجات جميله جدا وسكريات. بصوا خلت حته التومه بتجري بيها. فانا كده بظبط الفرخ معايا اول ما بيجي. لكن هو سقاه ميه، ويعني ايه الحمد لله ان هو بقى كده. هو عامه يعني الحمد لله ان مفيش اسهالات، مفيش عندي كحه، او مفيش عندي سعال، مفيش عندي برد. بس هو مش بياكل ده بقى انا مش عارفاه من ايه. وطبعا احنا بنحاول نظبط الحراره، هي الرطوبه بس اللي كانت ايه
مش مظبوطه اهي، ابتدت الرطوبه ترفع اهي. كانت الرطوبه بس اللي معايا مش مظبوطه، ويا رب ايه الرطوبه ترفع كده معانا، وبس مش الرفع اللي هو يعني الرطوبه ليها من 60 ل 65، ما تزيدش عن كده. هي كده جايبه معانا كام؟ جابت معانا 50. الناس طبعا اللي كانت متابعانا كانت شايفه الرطوبه عامله معانا كام. كانت الرطوبه نازله جدا. كانت بصوا اهي بقت كده ايه النص اهي، يعني جت عند الاخضر. الاخضر ده امان، تخرج عن الاخضر غلط، قبل الاخضر غلط. فطبعا احنا ايه بنحاول هنظبط الدنيا. هنا انا طبعا بصوا كنت حاطه هنا لندا 200 ولندا هي 200 ولندا 200. طفيت اللندا اللي في النص ال 200 وكنت حاطه هنا 200، حطيت لندا 100 ويبقى 2 200 وواحده 100. انا حسب الجو اللي معايا وحسب ايه المكان اللي انت بتربي فيه. انت بتشوفي درجه الحراره ايه وتظبطيها، عشان طبعا ايه لا الحراره تزيد ولا الحراره تقل، بتبقى الحراره المظبوطه معاكي عشان تطلعي كتكوت كويس. بس للاسف الكتكوت المره دي حاساه مش كويس ومش زي كل مره ان انا بجيبه فيها، بيبقى يوم وبيومين. الدوره اللي قبل دي الله اكبر الله اكبر، يعني كانت بصوا ما فيش كلام، وجابت اوزان الله اكبر 4 كيلو وبسم الله ما شاء الله. فطبعا الحمد لله نتمنى برضو ان احنا نوصل معاها. انا ما كانوش يا جماعه الناس اللي كانت متابعاني ما كانوش بياكلوا، كان الاكل قليل جدا، فهم ابتدوا دلوقتي ياكلوا الحمد لله، فضل وعدل من ربنا ان ايه ربنا يرضينا يعني. حتى لو كتكوت رخيص برضو مش رخيص، لما يكون ب 33 مش رخيص. انا جبته اللي فات كان ب 34 ب 44، فبرضه 33 والله مش رخيص. بس ايه اللي حصل بقى، اللي الواحد بيتعودش يعني، ما بتعلمش يعني. او انا لقيتها، انا رحت ومجهزه المكان ولقيت الكتكوت ثمنه حلو عن كل مره، فقلت فرصه بقى اجيبهم وخلاص. لان طبعا انا اللي بذبح واللي بذبحهم بحب ان انا اجيب، عشان عبال ما اللي انا ذبحته يخلص يكون عندي التلاجة طبعا ما تفضاش من الفراخ البيضة. اللي ان احنا طبعا بنجيب الفراخ البيضة من بره، مش الطعم ولا اللي احنا بنشوفه اللي انت مربياها بايدك كده، يعني انت حاطه لها بهارات وحاجات كده بهارات قبل ما تذبحيها. بتدوقي بقى طعم يعني الناس اللي بتربي عارفه الكلام ده. بتدوقي الفرخه اللي انت مذبحاها من بيتك، وبتدوقي الفرخه اللي من بره، دي طعم دي خالص. حتى البانيه اللي بتعمليه ده غير ده خالص. بس فانا بحب ان انا اجيب واربي. طبعا انا ما عنديش يعني مش ما عنديش مكان، هو المكان ده اللي انا قدرت اعمله هنا معايا قريب مني. بس هو طبعا محكمني شويه، لان انا التهويه والتدفئه فيه طبعا صعب شويه عليا لما كنت بربي فوق. بس انا دي بربي فيه بس طلعت منه والله دورات حلوه. هي الدوره دي ما اعرفش مالها، وكانت في دوره انا سجلتها برضو وما عرضتهاش. الدوره دي كانت فيها مشاكل برضو، بس مش مشاكلها ان هي انا نزلتها في تحت، فطبعا جالها برد، ولما جالها برد مسك فيها يعني. فانا طبعا ايه الدوره دي بسم الله ما شاء الله، يعني يا ربنا يعني يعدي على خير. بصوا ما كانوش بيتلموا حوالين العلفه كده ابدا ابدا، ما كنتش بلاقيهم يتلفوا حوالين العلفه كده. طبعا حاطه لهم النهارده سمسم بقى، وحاطه لهم نص قطايه كده لاملاح جميله طبيعيه. الحاجات الطبيعيه دي جميله والله يا جماعه. وهنشوف احنا مش انا مش راضيه عنهم اهم، ومش حاسه الاوزان اللي انا عايزاها يعني، او الكتكوت اللي انا عايزاه اللي هو يومه بيومين او يومه ب10 ده. فهنبقى معاه ونشوف ربنا يراضينا فيهم، وناخد الاوزان اللي احنا عايزينها ان شاء الله. زي ايه؟ زي ما احنا متعودين بنربي وبناخد اوزان اللي احنا عايزينها بامرك يا رب. بس احنا كل حاجه بنقدمها لكم، وكل حاجه بنوريها لكم وبنعرفكم احنا يعني الدنيا ايه والكتكوت ايه، عشان طبعا اللي عايز يربي يتشجع برضه ويربي، ويبقى عارف ايه الصح. الكتكوت اللي بالنسبه اللي هيربي اول مره يبقى عارف ايه الصح اللي يتعمل وايه اللي ما تعملش. الكتكوت يتجاب ازاي، عشان طبعا ايه ما حدش يقع في الغلط وما حدش يجيب حاجه ويرجع ايه يعني يتضايقوا كده. بس احنا طبعا حتى لو اتضايقنا بنحاول ان احنا في حلول وحاجات بنحطها، بنحاول نظبط الفرخ معانا وما نوصل معاه باللي احنا عايزينه، يعني الوزن اللي انا عايزاه. طبعا انا في حاجات وفي خلطات بتتحط بس في السن الصغير، في خلطات ولما يكبروا خلطات. يعني بالنسبه للخلطه دي البصل والثوم والليمون وحته طماطميه صغيره، وحاطين بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاطين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبه البركه، حاطين كمون، حاطين كزبره، حاطين كركم، حاطين معلقه عسل. معلقه العسل دي جميله جدا يا جماعه، منشطه للكبد وفاتح شهيه وبتخليهم يسحبوا في الاكل. طبعا ايه الحاجات دي مهمه جدا ان انت تحطيها. وبعدين بتجيبي يعني حاجات ايه ب5 ب10 ممكن تكفيك الدوره كلها، بس بتغنيك ان انت تبصي تشوفي المنظر الجميل اللي قدامك ده.
ان انت الفرخ ياكل كده. انا كنت حزينه، انا كنت حزينه ان هم مش يعني بحطوا مش بياكلوا. فانا لازم احاول معاهم، لازم اكلهم غصب عنهم، اجذبهم باي حاجه، اجذبهم بقى ببصلايه، اجذبهم ببضايه، اجذبهم باي حاجه، ان انا افتح شهيه الفرخ، ان انا ما اسيبش الفرخ. يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اهو اهو ابتدى ياكل كده. طالما ابتدى ياكل كده هيحول معانا. بس مش عارفه بقى هيديني الوزن، التحويل ده هيديني الوزن اللي انا خدته قبل كده ولا ايه ولا لا. يا رب بس ان احنا ايه، الوزن يدينا زي الاوزان اللي خدناها قبل كده، الاوزان المرضيه. لان طبعا الفرخ لما في الاول ما بياكلش ويقف معاكي يقف معاكي يعني في التحويل، انا بخاف منه، لان ممكن ما يدينيش التحويل اللي انا عايزاه في ال 30 يوم او 35 يوم. فهنشوف احنا مع بعضنا. بس بالله عليكم انا بقدم لكم بما يرضي الله كل حاجه. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك، حبايبي الغاليين اللي متابعيني على القناه ومشرفيني وغاليين عليا، وحبايبي الجداد اللي لسه طبعا اول مره يشوفوني، يا ريت ايه يدعمونا برضو بالاشتراك عشان نكبر القناه كده. وانتوا عارفين ان انا والله العظيم يعني بتعب، ان انا وابني، انا بتعب، انا بصور وابني هو اللي بيرفع لي الفيديوهات. انا عندي والله دوره بيضه، بقول لكم انا صورتها، كان معايا دوره بيضه ودوره بلدي. هو عرض البلدي والبيضه طبعا اتركنت، وطبعا انا بجيب بقى على طول، فطبعا ايه ما مش هيعمل القديمه ويسيب الجديده، فبيمشي معايا بقى بالجديده. ودوره كامله انا كنت مصوراها كامله والله، بس كانت فيها حاجات كتيره حلوه، وان شاء الله ربنا ايه يعني لو قعدت استنيت شويه في، يعني جيت في وقت انا ما جبتش حاجه، فممكن يعرضها لكم برضو تستفادوا منها. برضو كان فيها حاجات بتحصل، في حاجات بتحصل غصب عنك. يعني انت ممكن تبقي ماشيه تمام وفي حاجات تيجي غصب عنك مش بمزاجك. الخلطه البصل والثوم دي يا جماعه مفيده جدا، حلوه قوي في الشتاء، بتخلي جسم الفرخ يسخن كده، وتخليه يصهد كده، ويعني يتقاوم البرد. وفي الصيف بقى ما تدوهاش الا بالليل عشان ممكن تعملك احتباس حراري. وفي السن الكبير برضو ما تفضلش تاخديها بالنهار، برضو لازم بالليل في الصيف عشان تاخدي الوزن طبعا اللي انت عايزاه وما يحصلش اي مشكله للفرخ. فلازم تحافظي على الفراخ من البرد ومن الحر ومن اي حاجه. الفرخ الابيض ده اقول لك يا حبيبتي، يا رب اكون افدتك لو معلومه صغيره ويكون فيديو نال اعجابك. بس بالله عليك ما تنسينيش في اللايك والاشتراك عشان ايه طبعا احنا نكبر بيكم، ويبقى جزاك الله كل خير. واشوفكم على خير واتمنى لكم السعاده والخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.